بعد فوز الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030 بدأت الأحاديث والتكهنات عن الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات في البلدان الثلاثة، وبالأخص الملعب الذي سيستضيف نهائي البطولة. سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد والكام نو معقل برشلونة أبرز الملاعب المرشحة، خاصة بعد التحديثات والتغييرات التي أجريت ولا تزال تجرى عليهما، بالإضافة إلى طاقتهما الاستيعابية الكبيرة. نهائي كأس العالم 2030 يجب أن يلعب في مدريد في سانتياغو برنابيو، لأن مدريد عاصمة إسبانيا وسانتياغو سيكون أفضل ملعب في العالم. الأمر واضح وبسيط. المغرب من جانبه يسعى لاستضافة النهائي على أرضه ويعمل على ذلك من خلال بناء ملعب ضخم بسعة 93 ألف مشجع في الدار البيضاء. الرغبة المغربية أكدها فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي والمعين حديثا رئيسا للجنة كأس